وهو بيقول لها: ما تصورتش للحظة إني ممكن أتجوز خدامة. انسي الأمر ده يا ماما. الهانم ردت عليه: أنسى إيه؟ أنت اللي لازم تسمع الكلام. اسمع الكلام يا جاسر. أنا عاوزة أموت وأنا مطمنة على حازم. مفيش واحدة من الوسط ده بتاعنا لو اتجوزتها هتعرف تتعامل معاه وتتحمله، وابنك هيتبهدل. لو سلمى اتجوزت حد تاني ممكن تسيب الشغل هنا وتروح تشوف حياتها، وده أمر طبيعي جدا. وصدقني حالة ابنك دي هتتعب جدا، وابنك هيتبهدل يا ابني وهيتعب. وبيتهيألي إنك ما عندكش أغلى من حازم، وبعدين هو بيحبها وأخد عليها، وكمان هي هتبقى خدامة وزوجة وأم. مش هتلاقي أوفر وأحسن من كده. صحيح ممكن تلاقي متخصص في المجال بتاعه، بس الله أعلم يا ابني حازم هيتقبله ولا لأ، وهتبقى مجرد ساعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتقديري لكم جميعا. أشكركم جدا على الكلمات الطيبة اللي بتكتبوها في التعليقات، وحابة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بهلول شهر شعبان الكريم وقرب شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم أمين يا رب العالمين. المتخصص هيكون مجرد ساعات ويسيبه ويمشي عشان خاطري. ريحني، خليني أسيبكم وأنا مطمنة عليكم عشان أبقى مرتاحة في تربتي. أرجوك يا جاسر، أرجوك يا جاسر يا ابني. جاسر بعد الشر عليك يا ماما، بلاش سيرة الموت دي أرجوكي أنتي. الهانم: طب ريحني وأنا هبقى كويسة. وهنا سأل جاسر: أنتي مستوعبة يا ماما يعني إيه أتجوز خدامة؟ أنا مش قادرة أستوعب الكلام ده. ردت عليه الهانم: وفيها إيه يعني تتجوز خدامة؟ هي مش بني آدمة يعني؟ وبعدين دي مش جوازة بمعنى الجوازة، دي تضحية عشان خاطر ابنك. ولو حبيت تتجوز تاني ابقى اتجوز. يعني تفتكر وقتها هي ممكن تعترض مثلا؟ خلاص يا جاسر بقى، أنا تعبانة ومش قادرة أتكلم تاني. أنا هنده عليها وأقول لها: جاسر يا ماما اصبري بس أفكر في الخطوة الغريبة دي. ما سمعتلوش وندهت على سلمى. دخلت سلمى: أيوة أمور يا هانم. بقولك يا سلمى، أنا عايزة أجوزك لجاسر ابني. جاسر: يا ماما. الهانم: قلت إيه يا سلمى؟ طبعا موافقة. سلمى: حضرتك بتسأليني موافقة ولا لأ؟ معقولة؟ أنا بصراحة مش مصدقة اللي سمعاه. الهانم: يعني موافقة يا جاسر؟ هات المأذون. جاسر: إيه لعب العيال ده؟ أنا رايح مكتبي. الهانم: روح انت يا سلمى، هاتي المأذون وما تسيبيهوش إلا لما يكتب عليكي النهاردة. سلمى: بس واضح يا هانم مش موافق. معقولة هتجوزه غصب عنه؟ الهانم: مالكيش دعوة انتي، ده ابني وانا عارفاه وعارفة هتصرف معاه ازاي. وفعلا رحت وجبت المأذون. بلغت الهانم ان المأذون في الصالون. قالت لي: طيب قوميني. سندتها واخدنا المأذون ودخلت المكتب على جاسر. الهانم: جاسر المأذون جه، اتفضل اقعد هنا. وقعدت المأذون جنبه من الناحية التانية، وقعدت الهانم على الكرسي قدامهم وقالت للمأذون: اكتب الكتاب يا شيخنا. كتب المأذون الكتاب ومشى. وخرجت الهانم وتركتني أنا وجاسر في المكتب. جاسر: بصي بقى يا ست سلمى، اوعي تفتكري انك اتجوزتك عشان سواد عيونك، ولا تفتكري نفسك بقيتي زوجتي. صحيح لا، كل الحكاية ان والدتي شافت انك هتحافظي على حازم وانه مرتاح لك، وده مش من السهل ان حازم يرتاح لحد ويصاحبه ويسمع كلامه. فانت في الاول وفي الاخر مجرد خدامة، وياريت ما تجيش يوم وتنسي نفسك. وعلى فكرة، انا ممكن افكر اتجوز
في أي وقت. سلمى تتجوز؟ أمال أنا إيه؟ هو أنا مش زوجتك؟ جاسر انت هتنسي نفسك من دلوقتي؟ انت باين عليكي فهمك ضعيف. مش عاوز أسمع كلمة جوزك دي تاني. أنا بس حبيت أريح أمي وأعمل حاجة في مصلحة حازم ابني. غير كده انسي إننا متجوزين تماما. وخرج سابني في المكتب لوحدي. قعدت على الكرسي، كانت السكينة سرقاني رغم إني أعلم كل اللي عايز يقوله من قبل حتى كتب الكتاب، إلا إني ما سمعتش منه إلا بعد كتب الكتاب. وده أحزنني قوي، وشعرت إني قليلة قوي، لكني قلت لنفسي يمكن تتغير الأمور ويحبني مع الوقت. ولكن كانت معاملته ليا سيئة، ويمكن أكتر من القبل، وتجاهله زاد. دخلت الهانم وأنا مترددة، يا ترى هتفهمني لو اشتكت لها، ولا هتقولي نفس الكلام اللي قاله. وفعلا رحت وقعدت معاها واشتكت لها. قالت لي إنها شايفة ده بنفسها، بس معلش استحملي يا سلمى، ومع الوقت هيقرب منك ويعرفك كويس ويحبك. أصل مش من السهل عليه يصدق إنه اتجوز. خد وسكتت. معلش يا سلمى، سامحيني، أنا ما قصدتش، بس دي الحقيقة يا بنتي. سلمى عارفة إن دي الحقيقة، بس أنا بني آدم، وجاسر بقى جوزي وليا حقوق عليه. وفي وقت ما كنا بنتكلم دخل جاسر علينا وقال لي الهانم كنت عاوز أتكلم معاكي كلمتين. وبصلي وقال ممكن يا سلمى تسيبينا 5 دقايق؟ أنا عاوز أمي في كلمتين، ولا أقولك استني، ما انت كده لازم تعرفي، وده العادي اللي كان هيحصل. بصوا بقى، أنا خاطب بقالي 2 أسبوع، وكنت عاوز أجيبها أعرفها عليكم، عشان أنا قررت إننا نتجوز بعد شهر. نزل عليا الكلام كالصاعقة، ووقعت على الأرض مغمى عليا. الهانم، إيه يا جاسر اللي انت عملته ده؟ في حد يقول قدام مراته إنه خاطب وهيتجوز بعد شهر؟ انت اتجننت؟ جاسر إيه يا ماما؟ انت صدقتي إنها مراتي؟ انت ناسية ولا إيه؟ ما انت عارفة أنا متجوزها ليه وعشان إيه. أنا متجوزها بس عشان حازم، وعشان أطمنك. ومش مفاجأة الموضوع ده، كانت هتعرفه في أي وقت. الهانم الجديد إنها بتحبك وإنها زوجتك، ومش سهل عليها ولا على أي واحدة تسمع الكلام ده. حرام عليك يا ابني، اتفضل فوقها لما أشوف ههديها إزاي. جاسر دي الخدامة بتاعتنا يا ماما، مالك عاملة ليها حساب كده ليه؟ وأول ما فقت وأنا ببكي في صمت ودموعي على خدي، رحت على أوضتي وقفلت الباب عليا. حازم الوحيد اللي جا ورايا فضل يخبط على الباب. قمت فتحت له وأخدته في حضني وفضلت أعيط. بعدها بساعة دخلت عليا الهانم، وفضلت تحاول معايا إنها تقنعني إن الأمر ده هيحصل في أي وقت، وإني أكتر واحدة عارفة غرض جواز جاسر مني. حطيت وشي في الأرض وما قلتش ولا كلمة، وحسيت إن مفيش مفر من كده. وقبل ما تخرج قالت لي اعملي حسابك إن خطيبة جاسر هتيجي بكرة. مش عاوزة مشاكل يا سلمى، أنا عارفة إن الموضوع صعب عليكي، بس ده حقه إنه يتجوز، وهو مش أول ولا آخر واحد يتجوز على مراته. وفعلا تاني يوم جت خطيبته، وأنا قفلت الباب على نفسي، مش قادرة أشوف منظر جاسر وهو قاعد مع واحدة غيري. بس حازم فضل يخبط عليا. خرجت له وسمعت صوت واحدة. أخدني الفضول كالعادة أشوف مين دي اللي جاسر اختارها، شكلها ازاي ولابسة ايه. أخدت حازم من ايده ورحت أبص عليها. عقلي شت والنار قادت جوايا، ولقيتني بكلم حازم وأنا بعيط وبقول له شايف البنت اللي تحت دي؟ هتاخد بابا مني ومنك.
شافني حازم بعيط وفهم إن سبب بكايا البنت اللي تحت. نزل جري على تحت وتصرف بشكل غريب، شكل غريب جدا. كان قدامهم عصائر، اتجه بسرعة ليها، وقبل ما ينطق جاسر ويقول لخطيبته ده حازم ابني، كان حازم مسك العصير ودلقه في وش خطيبة جاسر. قامت خطيبته مفزوعة ومسكت حازم بغضب من دراعه، وفضلت توبخه وتضربه وتقول ايه الطفل المجنون ده، وراحت زقاه على الأرض وهي بتقول أنا اتبهدلت خالص والفستان باظ. وصرخ حازم، فضل يصرخ، خوفه منها زاد وفزع لما ضربته ووقعته على الأرض. كل ده وجاسر مذهول من كل اللي بيحصل ده، سواء من تصرف حازم الغريب ورد فعل خطيبته العنيف تجاه حازم. ونزلت أنا بسرعة، أخدت حازم في حضني وأخدته فوق. كانت سمعت الهانم صوتنا، خرجت وهي بتقول في ايه اللي حصل؟ جاسر لا ما فيش يا ماما، ده حازم بس وقع العصير على سارة. الهانم حصل خير، خليها تلبس اي حاجة من الهدوم اللي جوه، والفستان بتاعها كلها ساعة ويكون جاهز. بس انا شايفة حازم عمال يعيط ويصرخ، ماله وايه اللي وصله للحالة دي؟ جاسر لا ابدا، اصل سارة كانت غضبانة قوي من اللي حصل فصرخت فيه ووقعته على الارض. الهانم بغضب، ده في الاول وفي الاخر طفل، ما كانش ينفع تتصرف معاه بالشكل العنيف ده، وسابتهم وطلعت لحازم. وهنا اقول لكم اترككم في رعاية الله وحفظه وامنه، والمرة الجاية هنعرف ايه اللي هيحصل.